لو رجعت لفيديوهاتي هتلاقي ان من 3 ايام بالظبط قال لك ان الكابتن محمود الخطيب هيعمل عمره، هيسيب الدنيا تضرب تقلب ويروح يعمل عمره. وفعلا كل النهارده اليوتيوبر الكبير كاتبين لك يا عم الحاج او جايبين صور للكابتن محمود الخطيب وهو بيعمل عمره. الحمد لله جايب لك الكلام ده من قبليها ب3 ايام. كابتن محمود الخطيب واقاله الكابتن محمود الخطيب وتفعيل بند ال8 سنوات. ارجع للفيديو بتاع امبارح الظهر هتلاقيني قايل لك، لان النهارده بالليل، لان امبارح بالليل كل برضه اليوتيوبر الكبير وكل المواقع تفعيل بند ال8 سنوات ورحيل الكابتن محمود الخطيب. الاهلي ومصطفى محمد، ارجع برضه هتلاقيني برضه امبارح في الفيديو بتاع الظهر قلت لك الاهلي هيتعاقد مع مصطفى محمد او بيتفاوض مع مصطفى محمد. فانا بجيب لك الاخبار الحلوه، الاخبار الطازه، الاخبار اللي انا بقولها وبيرجع الناس بعد كده ترددها تاني في اخر اليوم او في تاني يوم. فمش عارف ليه بتبخل على باللايك، انا مش فاهم. هل انا مش مقنع بالنسبه لك؟ يعني هل اخباري فيك؟ يعني لا مش فيك والله يا ابو سيد، ده انت يعني حتى بتقول الخبر والناس بعد كده بتقول بعدها بيوم، فانت اخبارك حلوه. طب فين بقى اللايك؟ يعني فين اللايك؟ يعني فين اللايك والاشتراك؟ يعني لا مفيش يا ابو سيد، احنا بندي للناس بس اللي هي يعني ايه كده. ما انت راجل على الله يا عم الحاج، انت راجل وحد يعرفك يا سيدي، اعتبرني راجل من الناس المشاهير دي واديني اللايك واشترك عندي بعد اذن حضرتك، لان بجيب لك اخبار لوز اللوز، مش بجيب لك اخبار فيك وخلاص، لا. طب ما هي اخبار بقى. ها شكل كده يا جماعه اتحاد الكوره عمل قانون جديد. ليه يا ابو السيد؟ والله شكله كده عمل قانون جديد وقال للحكام يلا خد بقى يا حكام اهو القانون ده، حط عندك بقى كده في دماغك اللي هو يا ابو السيد اي لمسه للاعبي نادي الزمالك في منطقه الجزاء لم تحتسب ضربه جزاء، وخصوصا اللاعب الونش، خصوصا محمود حمدي الونش. ده شكله قانون جديد عمله نادي الزمالك، عمله اتحاد الكوره لنادي الزمالك. بالله عليك يا اخي اذا عجبك الفيديو ما تخليش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير من صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على لايك، ما عجبكش الفيديو برضو ما تبخلش على لايك، واهم حاجه من اي حاجه صلاه على الحبيب صلاه على الحبيب صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصه وحكايه اللايك جميل تحتك، لان اللايك بيدعمني وبيدعم الفيديو. احسن حاجه كابتن محمود الخطيب عشان فاهم هو بيعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه، ساب الدنيا تضرب تقلب يا عم الحاج، وفي السعوديه دلوقتي بيعمل عمره. تقبل الله، تقبل الله منا ومنهم صالح العمل يا رب. فانا قايل لك الموضوع ده على فكره والله يعني من يومين، عشان بس يبقى يعني ايه، يعني النهارده ده التالت، النهارده التالت كنت قايل الكابتن محمود الخطيب بيعمل عمره، والحمد لله رب العالمين كل واحد كلامه صح. فالكابتن محمود الخطيب عشان فاهم هو بيعمل ايه، عارف الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا دايره ازاي، ها معاه حق، معاه مستندات بتاكد حقه 100%. ومعتمد كمان على الناس اللي موجوده هنا، لان الناس اللي موجوده هنا زي كان الاستاذ خالد مرتجي او اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم بيحبوا بعض، كلهم بيحبوا الكيان، اهم حاجه مصلحه النادي الاهلي. فالراجل راح يعمل عمره، ربنا يتقبل منه ان شاء المولى سبحانه وتعالى. طيب الظاهر كده يا جماعه اتحاد الكوره عمل كده قانون جديد، يعني عمل قانون جديد اللي هو اي لمسه لاعبي نادي الزمالك في منطقه جزاء ولم تحتسب ضربه جزاء، لم تحتسب لمسه يد، الحكم يعمل نفسه مش شايفها، الحكم يعمل نفسه اعمى، حتى الفار ما يندهلوش، حتى عمل قانون جديد الزمالك لو جاب جون الفار ما يرجعش للعبه، الزمالك امبارح بيلعب الجونه، ده الجونه، يعني الجونه دي بتهيألي تاني فرقه من تحت يعني، ولا تالت فرقه من تحت. الزمالك اذا ما كانش فيه احتواء تحكيمي الزمالك مش عارف يكسب، ودي حقيقه على فكره، يعني دي حقيقه. الزمالك لو مفيش احتواء في اي مباراه سواء بيلعب اي حد في اي حته، الزمالك مش هيكسب. ده احنا لو لمينا بعضينا ولعبنا نادي الزمالك احنا هنكسب نادي الزمالك، لو في احتواء تحكيمي يبقى الزمالك هيكسب. وده فعلا اللي شغال، ده فعلا اللي الزمالك بيكسب بيه، امبارح الزمالك بيلعب الجونه والجونه ضعيفه، الجونه يعني على الله، الجونه اتقدمت 1-0. الزمالك بيلعب بخطه ما بيلعبش بخطه، الزمالك حتى ليه شكل باين مالوش شكل باين. طب هو ده الزمالك؟ هو ده الزمالك، لكن هو ده مستواه الحقيقي، يا ابو سيد دول جايبين بيسيرو والزمالك ماشي بقى على الطريق الصحيح، واحمد ميدو ولا مش عارف ايوه احمد ميدو دوت، انت فاهم، هو اللي جاب بيسيرو وقال لك يا عم الحاج ده هو ده اللي هيمشي الفرقه على العجين ما يلخبطوش. يا ابو السيد ما تهدى بس، مالكش دعوه بالناس دي، الناس دي على الله،
خد بالك ان بيسيرو لعب 7 مباريات فاز مباراتين بس. يا سيد، ده مدرب عالمي يا عم، قالوا لنا مدرب عالمي يا عم. دول يا بتسيد تضحكوا على الناس بتوع البليله، ما تضحكوش عليك انت ولا على الاهلاويه، ما تضحكوش انت عليك، ما يضحكوش عليك ولا على الاهلاويه. طب انت امبارح شفت الزمالك؟ يعني معلش يعني شفت الزمالك امبارح بخطه؟ شفت ليه معالم؟ شفت ليه اي حاجه؟ مفيش. امال ايه يا عم؟ هم بيقولوا جماهيرهم بتصدق، هم بيقولوا جماهيرهم بتصدق. فالجول امبارح جاب الهدف الاولاني. المهم يا عم الحاج، ضربة جزاء واضحه صريحه مريحه للجونه. تتحسب ما تتحسبش؟ ده في قانون يا باشا اتعمل جديد، قانون اتعمل جديد خصوصا للزمالك، ان اي لمسه لاي لاعب في ضربه الجزاء وخصوصا محمود حمدي الونش لم تحتسب ضربه جزاء، ما تحسبش خالص ضربه جزاء. طب يعني عديها ابو سيك، كانت هتخلي 2-0 صح؟ ما كانت الجونه متقدم 1-0، كان هتعزز فوز هتعزز الهدف اللي جابه الجونه. لا تخيل معايا ان حارس المرمى منه اللي بتاع الجونه. يعني بص، انا ما يفرقش معايا الزمالك، والله العظيم ما يفرق معايا الزمالك، ولا بص بحب اشوف اصلا الزمالك ولا اي حاجه. يعني انا اي ماتش للزمالك انت فاهم ازاي بجيب النتيجه في الاخر، ولو الزمالك مغلوب عشان بفرح وبحب افرح نفسي بروح جايب الملخص. مش احقد على الزمالك لو احسن من الاهلي عشان احقد عليه، لا، عشان بريح نفسي ما تحرقش دم اذا كان بقى الزمالك بتظلم ما بتظلمش، لا. فانا بكبر دماغي. الزمالك جاب الجون ومنه الله حارس المرمى بتاع نادي الجونه، وسبحان الله انا بشوف كام الزمالك راح جايب الجون. طب يا عم الفار، طب رجع الكوره لو كنت تسلل ابدا، انت عبيط؟ ده لو عملت كده مش هحكم المباراه اللي جايه، ده هم مدينا كده ايه حاجه كده. يلا يا عم الحاج، لو جاملت الزمالك في اي حاجه المباراه اللي جايه للاهلي او لبيراميدز او لنادي يعني جماهيري هتحكمها. لو ما جاملتش نادي الزمالك في المباراه اللي انت بتحكم فيها دي خلاص انت مش يعني هتركن شويه. ففعلا هو ده اللي حصل. وانت اتفرجت على المباراه امبارح، هل الفار خد فينته ثانيه كده او خد ثانيه كده في عادة يشوف يعني الهدف الونش كان تسلل مش تسلل؟ لا مفيش، الهدف اتحسب والدنيا زي الفل والدنيا حلوه. مفيش ضربه جزاء، اصل انبي اتحسب ضربه جزاء، اصل ده انبي وده ملوش قانون. امال الزمالك احنا عاملين له قانون جميل كده جديد كده لذيذ كده زي الفل. طب جماهير نادي الزمالك بتتكلم على ناصر ماهر، يعني السوشيال ميديا بتاعت الزمالك يعني ايه ناصر ماهر؟ ايه ماله؟ مش هو ده ناصر ماهر؟ مش هو ده ديبالا؟ مش هو ده مش عارف؟ يا عمي ايوه، هو مفكر روح النادي الاهلي ولا ايه؟ يا عمي روح اهلي، هو ده ناصر ماهر، هو ده مستوى ناصر ماهر. انتوا جمهور على الله، ده انتوا جمهور طيب اللي بيباص باصه كويسه بتعملوا منه اله للعجوه وبتاكلوه في الاخر. اللي بيرفع رفعه حلوه اي حد بيرفعها يا عم هو ده احسن كده، ده احسن من مارسيلو بتاع اللي كان بيلعب في ريال مدريد. انت بتتكلم في ايه يا ابو سيد؟ يا ابو سيد دول ناس على الله. هو ده يا جماعه ناصر ماهر، والاهلي اتفق اللي بيتفق ما بيرجعهاش تاني. لازم تبقى واخد بالك كده، انت اللي بتلحسها حضرتك. انا اسف على اللفظ، التفه الاهلي بيتفقها انت بتلحسها، الاهلي ما بياخدهاش تاني. فهو ده مستوى ناصر ماهر، لا اهلي ولا زمالك. في ناس تقول لك يا عم الحاج اصل هو زعلان عشان زيزو. ماله زيزو يا عم الحاج؟ بص يعني عايز ياخد منحة توقيع وابوه ياخد، عايز مش عارف ياخد قد ايه عموله، وده ياخد قد ايه، وهو يعني بياخد 10 مليون بس. يا جدعان هو ده مستوى ناصر ماهر، هو ده مستوى لعيبي نادي الزمالك، هو ده مستوى بيسيرو. ممكن يكون بيسيرو حلو بس بيسيرو فشل في كل الانديه وايه ما بيكملش موسم معاهم. لازم تبقى واخد بالك من الحته دي، ما بيكملش موسم معاهم. والقماشه اللي معاه مش حلوه من الاخر، القماشه اللي معاه كلهم يعني عواجيز وكبار سن، انت فاهم ازاي؟ فالقماشه اللي معاه مش حلوه. بس صلى على الحبيب ودي لك دلوقتي بعدين حضرتك. الاهلي كان بيلعب في الطايره امبارح وكسب 3-0 وده العادي. النادي الاهلي يعني معلش يعني المبادئ هي اللي انتصرت، الادب هو اللي انتصر. العيل اللي اسمه لعب نادي الزمالك ده يعني لغايه دلوقتي الزمالك ما عجبوش، وعلشان كده الحمد لله ان الزمالك اتغلب. الاهلي ان شاء الله هيقابل نهائي بتروجيت وان شاء الله النادي الاهلي يكسب بطوله الدوري. لا يصح الا الصحيح الصراحه، يعني النادي الاهلي الصراحه يعني هو الزمالك ما شاء الله يعني الزمالك يعني في انحدار من ساعه ما قال اكبر قلعه، مش عارف قلعه فين، انت فاهم ازاي؟ اكبر قلعه والزمالك في انحدار جامد. لا وايه يعني الزمالكاويه اذا بص بقى، ده اذا كان كره قدم، اذا كان سله، اذا كانت طايره، اذا كانت يد، انت فاهم ازاي؟ الزمالك في انحدار. بس خلينا في الكوره لان الكوره بتسقف لميته. يعني الكوره يعني يا جماعه الخير
شغلوا دماغكم شويه، وربنا لو جمهور الزمالك شغل دماغه شويه هيفهم الحقيقه، هيفهم الحقيقه. طيب هو الزمالك بيتظلم تحكيميا؟ هيجي واحد عبيط اهبل يقول لي مش ظلم تحكيميا. ايوه ازاي يا عم الحاج؟ انت هم قالوا لنا كده واحنا بنسمع الكلام اللي بيقولوه. طب ما انت ما تشغل عقلك. انت لو شغلت عقلك 5 ثواني هتفهم ربنا وهتعرف ده ربنا ميزك بالعقل، ربنا ميزك عن الحيوان بالعقل. انت لو فكرت شويه كده هتلاقي كل مباراه للزمالك ضربه جزاء مش محسوبه، ضربه جزاء، ضربتين جزاء مش محسوبين، ضربات للزمالك وهميه بتتحسب. يبقى مين اللي بيتظلم تحكيميا ومين اللي بيتجامل تحكيميا؟ لا هو الزمالك برضه بيتظلم تحكيميا يا عم. اصل الاهلي نادي الدوله يا عم. طب انا همشي معاك بالمنطق بتاعك وبدماغك اللي قد البليله. الاهلي نادي الدوله، الاهلي نادي الدوله. طب انهي اتحاد الاهلي ماسكه؟ يعني انهي اتحاد حد اهلاوي ماسكه؟ اتحاد السله زملكاوي، اتحاد الطايره زملكاوي، اتحاد الكره زملكاوي، لجنه التحكيم قبل الراجل الاجنبي ما يجي ده زملكاوي، وزير الرياضه زملكاوي، الماسك اللجنه الاولمبيه زملكاوي. يبقى فين نادي الدوله؟ هم قالوا لنا كده نادي الدوله. بص يعني شغل دماغك. لكن لا، الناس دي ما بتشغلش دماغها، الناس دي يعني صعب تشغل دماغها. طب صلى على الحبيب ودي الله دلوقتي بعد اذن حضرتك. الاهلي يمتلك مستندات مهمه جدا بتقوي موقفه في المشكله اللي هي بتاعت اللجنه الاولمبيه او اعاده مباراه النادي الاهلي والزمالك. ليه يا عم الحاج؟ النادي الاهلي عنده مستند والوزير بقى هو اللي قدمه لنادي الزمالك. يعني الوزير هو اللي عمل كده، عمل واجب من غير ما يعرف. سياده الوزير عمل واجب من غير ما يعرف مع النادي الاهلي. اللي هو يا حضرتك صلى على الحاج. حاضر. استخدام الحكام اللي هم السعوديين، الطاقم السعودي، لان الاهلي عنده ما يثبت عنده وكلها رسميه كلها رسميه ان في طقم سعودي جاي والمباراه هتاجل ساعتين. كل ده خطابات رسميه. المباراه هتاجل ساعتين والاهلي موافق. الاهلي موافق. وفي صوره منتشره على السوشيال ميديا واحد اسمه البهزي بيه يعني الصراحه يعني برضه لازم الحق يروح لاصحابه. طقم سعودي وصل القاهره وصوره جميله كده ومعاهم موظف من اتحاد الكوره. هنزل لك الصوره. معاهم موظف من اتحاد الكوره. دي شهاده تثبت، يعني دي صوره يا ريت تاخدها النادي الاهلي يحطها في الملف، ان اتحاد الكوره كان على علم. اتحاد الكوره كان على علم، بعت موظف من اتحاد الكوره ان الطقم السعودي ده جاي وراح يستقبله. يعني معنى كده ان كان في كلام ان المباراه تتعاد. يعني كده ان في خطابات رسميه وصلت. وعندي معلومه الزمالك كان موافق. الزمالك كان موافق المباراه تتاجل ساعتين. لكن طبعا حصل اتصال من مين؟ اللي جدد لبنطايق او اللي اشترى عقد بنطايق. اوعى مش بنطايق كده مش هيبقى بتاعك. فالزمالك تراجع. لازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف. فالنادي الاهلي لما بيعمل حاجه بيعملها صح. النادي الاهلي لما بياخد خطوه بياخدها صح. النادي الاهلي لما بيقول انا مش هلعب يبقى النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه بالظبط. النادي الاهلي مش جعجعه وخلاص، مش عنجها وخلاص، لا، واضحه صريحه. طيب ال8 سنوات اللي الناس بتتكلم عليها دلوقتي اللي انا قلت لك، اللي انا كلمتك عليها ماشي؟ لاني لقيت بقى كذا واحد تفعيل بند ال8 سنوات في قانون الرياضه. يعني كده كابتن محمود الخطيب بالسلامه. اصل الموضوع بيتدرس. بص يا باشا لازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف. هو يعني نجاحات النادي الاهلي مصعبه الدنيا على جمهور نادي الزمالك واي مسؤول يعني عنده انتماء لنادي الزمالك. كابتن محمود الخطيب ما شاء الله حدث ولا حرج في البطولات، اذا كانت طايره ولا سله ولا يد ولا قدم. ما شاء الله. والانشاءات واستاد النادي الاهلي. فالكابتن محمود الخطيب عمل الصح مع جمهور النادي الاهلي وعمل الصح. يعني بص للجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي اذا كان النادي من منشآت. انت فاهم ازاي؟ فالنجاح ده وجع الناس دي. فعايزين بقول لك الوزير عايز يفعل بند الشراء او يعني بيدرسوا تفعيل بند الشراء. انا معلش. تفعيل بند ال8 سنوات بيدرسوه يا عم. ربنا يدينا ويديك طول العمر يا سياده الوزير. بس الكلام ده اسمع الكلام بيقول لك عليه مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل. كوتيسا وزيزو هل النادي الاهلي بيفاضل من كوتيسا وزيزو؟
في ناس رايحه بتقول لك كوتيسا، في ناس رايحه بتقول لك لا زيزو. الناس اللي رايحه بتقول لك كوتيسا حلو، كوتيسا عنده مهاره او عند اللي مش عند زيزو، كوتيسا هيبقى اضافه للنادي الاهلي واضافه كبيره جدا. في الناس التانية بتقول لك لا يا عم الحاج ما هو زيزو حلو، وزيزو هياخد بالجنيه المصري مش هياخد بالدولار، مش هياخد مكان اجنبي، لكن كوتيسا هياخد بالدولار وكوتيسا هياخد مكان اجنبي. النادي الاهلي ممكن ياخد الاثنين، ممكن ياخد الاثنين، خصوصا ان في محبين للنادي الاهلي داخلين في الصفقات، محبين للنادي الاهلي عايزين ينهوا الدنيا دي قبل مباراه كاس العالم للانديه. النادي الاهلي شغال على مباراه كاس العالم للانديه، النادي الاهلي في التعاقدات شغال لوز، النادي الاهلي هيجيب مدافع، النادي الاهلي شغال على محمد عبد المنعم، خد بالك. مصطفى محمد يا ابو السيد، مصطفى محمد يا عم بص عشان اتكلمت في الموضوع ده، مصطفى محمد مش عايز يرجع مصر، لكن النادي الاهلي بيغريه، النادي الاهلي بيغري مصطفى محمد. تعالى يا عم الحاج سنه، تعالى سنه. الى الكلام كان الاول على كاس العالم للانديه شهر، الكلام دلوقتي على سنه، الكلام دلوقتي على سنه، وهنديك بص يعني بس انت بس تعالى فكر وتعالى. فالنادي الاهلي بيعد العده الصراحه، النادي الاهلي شايف ان كل الفرق في كاس العالم للانديه بتقوي نفسها، النادي الاهلي لسه محلك سيره. هتقول لي ليه يا ابو سيد؟ ما هو حمدي فتحي جاي، ما هو تريزيجيه جاي، طب ماشي، طب كوتيسا النادي الاهلي المفروض مخلص معاه، زيزو ان شاء الله النادي الاهلي يخلص معاه، مع بن شرقي، مع الناس الحلوه دي يا ابو السيد، يعني الدنيا هتشتغل يعني، والدنيا هتبقى يعني ربنا ييسر حال يا سيدي، ربنا ييسر حال. خد بالك النهارده سامي قمصان هو اللي هيدير مباراه انبي، خد بالك النهارده ان شاء الله سبحانه وتعالى يا رب ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره هنشوف علي معلول، هنشوف عمر الساعي، يا ريت انا بتمنى نشوف علي معلول، نشوف عمر الساعي، يا ريت انا بتمناها والله العظيم بتمناها ان اشوف علي معلول واشوف الساعي، لان علي معلول مظلوم، الساعي مظلوم. انا بقول لك مستوى علي معلول دلوقتي هو لسه ما لمس الكوره بعد الاصابه، بالنسبه للمباراه الرسميه علي معلول مستواه احسن من كريم الدبيس، علي معلول هيديك في الملعب احسن من يحيى عطية الله. ما تجرب تستخدمه كجناح يا اخي، يعني يا عم كولر او يا كابتن بتعمل فكره بره الصندوق كده، ما تفكر كده يعني تلعب علي معلول جناح، والله العظيم فكره جديده. يعني مثلا ايه لو اشرف بن شرقي خلاص انت لعبته بقى اساسي ومش قادر يديك عادي، ممكن بقى ايه علي معلول تستخدمه كجناح كده زي ما استخدمت عمر كمال عبد الواحد جناح. طب ما تجرب يا عم، جرب. وعلي معلول انا شايف انه احسن من عمر كمال عبد الواحد كجناح يعني، وربنا هتبقى حلو والله هتبقى حلو. فيا ريت النهارده نشوف الكابتن علي معلول وهيبقى كابتن النادي الاهلي، نشوف حمزه علاء اول مباراه رسميه للكابتن حمزه علاء الموسم ده. يعني بص في ناس كتير قوي مش واخده فرص، مش عشان خاطر لا هو كولر بيحبه وما بيحبش، لازم تبقى واخد بالك ولازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف. كولر بيحب ما بيحبش، كولر بيقول لك على عمر الساعي، يعني عمر الساعي ده جاي نجم من الاسماعيلي، جاي نجم، بتنزله بيديك في المباراه، بيديك سيروهات لوز اللوز، باصات لوز اللوز طويله بالمقاس، راجل بيبقى ايجابي على الجون، بيحط في العارضه ان شاء الله اللي بعدها تيجي جون، راجل حلو، بس في الاخر بيقعد. طب بيقعد قال لك اصل وزن تقيل، وزن تقيل. طب يا عم انا عندي معلومه ان هو خس، عندي معلومه ان هو خس، فيا رب نشوفه بقى، يا رب نشوفه. فانت هتلاقي كولر بيحب، اصل بيحب فلان ما بيحبش علان، والله العظيم كتير. يعني مثلا صلى على الحبيب، هو كوكا حلو بس في ناحيه الشمال احسن من كريم الدبيس. انت كراجل اهلاوي معلش يعني قول لي، هل احمد كوكا احسن من كريم الدبيس في ناحيه الشمال؟ هتقول لي يا بسيط اصل ده بيدافع، مفيش الكلام ده حضرتك. انت النادي الاهلي بتهاجم، انت النادي الاهلي بتهاجم. لما تلعب، لما تخاف، لما تقول اصل ده بيدافع حلو يبقى انت خايف، يبقى انت مهزوز. لا يا عم الحاج الاهلي ما بيدافعش، الاهلي هو اللي بيهاجم، الاهلي هو اللي بياخد المبادره. لو انت الفرقه قدامك بتهاجم، لو انت هاجمت عليها بس تاخد بالك طبعا ما تفتحش خطوطك على الاخر، هي الفرقه اللي هترجع هتضغط لورا، هتضغط لورا. انا نسيت اقول لك، شفت بقى اسامه فيصل النادي الاهلي داخل فيه بقوه على فكره، اسامه فيصل النادي داخل فيه، النادي الاهلي داخل فيه بقوه. اسامه فيصل بعد ما كان فكره ان لا اسامه فيصل بيحصل تفاوض مع اللاعب شخصيا. انا شايف ان اسامه فيصل خليفه مصطفى محمد الصراحه. نادي الزمالك بيطلع عنده شويه مهاجمين عجب، والله عجب العجاب.
من ابناء النادي، سيبك بقى من اللي الزمالك بيشتريهم. يعني عندك اسامه فيصل ده انا ما اعرفش الزمالك سابه ليه. عندك مصطفى محمد ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. فالنادي الاهلي دخل في فاسامه فيصل، مصطفى فيصل يا عم معلش صايم والله والله صايم. اسامه فيصل النادي الاهلي لاعب بنك النادي الاهلي دخل فيه ودخل فيه بقوه كمان. طيب النهارده ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي حليف الفوز. بيصيروا طبعا كالعاده انا قلت لك، بس راجع كده مع بعضينا. الاهلي فاز على الزمالك 3 ماشي، الخطيب في السعوديه ماشي، ناصر ماهر ماشي، الاهلي عنده مستند ماشي، اسامه فيصل قلت لك عليها، كوتيسا وزيزو انا قلت لك ان كوتيسا في ناس رايحه كده وفي ناس رايحه كده ماشي. بند ال8 سنوات قلت لك عليه برضو ماشي. ان شاء الله باذن الله المباراه النهارده بتاعت النادي الاهلي وانبي الساعه 9:30 ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي حليف الفوز. ان شاء الله يكون اسامه قمصان موفق، اسامه قمصان موفق ان شاء الله باذن الله، لان نفسي اشوف اسامه قمصان رجل اول. يعني كفايه راجل تاني يا كابتن اسامه، كابتن سامي، كفايه راجل تاني، خليك راجل اول. بالله عليك يا اخي عاجبك الفيديو بخلش على بالله كل اشتراك وتفعل الجرس، واهم حاجه من اي حاجه الصلاه على الحبيب الصلاه على الحبيب الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.